توني كان بيحاول يهرب من اللي بيطاردوه، جري ناحية السلم على السما وهو بيجري. اللي بيطاردوه كانوا وصلوا خلاص للسلم، وفجأة لاحظوا إن السلم بيتهد واحدة واحدة وبدأ يقع بسرعة. بس لحسن حظ توني لحق يمسك فيه قبل ما يطيح وعدت على خير. كانت مصيبة في شكل نعمة. السلم اتحول لحاجة شبه عصاية طويلة قوي زي عكاز عملاق، وده خلاه يقدر يكمل هروبه. بقى كأنه عنده رجلين طولهم 50 مترا، وكل خطوة بيبعد أكتر عن اللي بيجروا وراه، وهو مبسوط ومفتكر إن كده خلاص فلت منهم. اتكعبل في شجرة ميتة على الأرض، فقد توازنه وكان هيقع. أندرو شافه من تحت وحاول يلحقه، بس توني وقع عليه على طول. توني اتقبض عليه من اللي بيطاردوه. أندرو وهو فايق بقى متغاظ جدا، رفع إيده كأنه هيضربهم أو كده، بس واضح إنه عمل اللي يقدر عليه وخلاص. غالبا هيضطر يلبس بدلة سبايدر مان علشان يبقى عنده فرصة. توني افتكر إن كده النهاية، بس ما كانش يعرف إن في لحظة كده الأرض بدأت تهتز جامد، وفجأة رأس عملاق طلع من تحت الأرض. الأربعة اللي بيطاردوه وقفوا مصدومين، وفجأة فريق بوليس من الرجالة لابسين ورد ظهر وبدأوا يرقصوا. وساعتها عشان توني يهرب كان لازم يحصل حاجة أغرب من كده كمان.